ام رفان. طبعا بعد شقه بقالي فتره جوزي بيصحيني من يعني اكل الفجر وحلويات الساعه 7 الصبح، مش واخدين بالكم. فجوزي ايه قال لي بصي انا حبيت افاجئك، قايمه تعبانه ومش قادره يا جماعه، فقال انا حبيت افاجئك واجيب لك اكل ايه، مطعم فتح جديد عندنا وقلنا ايه نجربه. مطعم مش مطعم، فتح فرع تاني اسمه قصر خلود، فقلنا نفضي معاكم الاكل يا جماعه ونشوف ابو محمد. انا ما اعرفش لحد دلوقتي هو جايب ايه، قلت ايه نفضي معاكم الاكل ونقول ايه نشوف ابو محمد جايب لنا ايه، ومتع ام روفان مراته حبيبته وجايب لها اكل من بره. تعالي بقى اما نفضي واحده واحده. انا يا دوبك طلعت الاطباق بس. لا استني بس يا روفان. طبعا ابو محمد طبيعي زي ما انا بدلعه بهشتكه هو بيدلعني ويهشتكه. عرفتي ليه لما جوزك يطلب منك حاجه تقومي جري كده وش من غير ما تبرطمي في الكلام وانت ماشيه وانت داخله المطبخ؟ عشان جوزك ادام مدلعك ومهشتكك لازم تدلعيه وتهشتكيه. فهفضي معاكم الاكل حالا ونشوف ابو محمد مفاجئ ام محمد بايه. لا ما انا اسمه ام محمد ابني الكبير يا جماعه اسمه محمد. فبقى ايه ما نشوف ابو محمد دي السلطه حاجه كده فاخر من الأكل. الراجل ده يا جماعه بيعمل اكل حاجه كده فاخر من الاخر، يعني اكل معدي البيت كمان. هو طبعا مش معدي ام روفان لان ام روفان شيف كبيره قوي. ده الشيف بيشوف فيديوهاتي عشان يعمل زيي. بيأفور. انا شفت البنت بتتريق عليا، ده بنت روفان بتتنمر عليا يا جماعه. اكتبوا لي في الكومنتات ينفع اللي بنت تتنمر عليا؟ شفت ايه ده انا اللي ابوكي شربوه. تعالى بقى نفضي مع بعض بقى ايه ناكل واحده واحده كده يا جماعه. ده اول مش عارف هو ده ايه؟ معرفش. ايه ده؟ ده توست. واو ايه ده؟ توست. واو ده توست. اول مره يجيب لنا الطبق كده، ودي تاني مره نجربه بصراحه بس في الفرع القديم. ماما طبعا فاهم بسم الله ما شاء الله. ماما في التوست. احنا نفضل الاول السلطات والحاجات خدي يا ماما عشان ايه؟ خدي الشطه. سيبيها بس زي ما هي. ماشي. نفضل الطحاين واكتر الصراحه. هتفتح متوصي بينا. معالي والله واسعاره مش غاليه. انا هقول لكم السعر بعد ايه. بتنجان اهم حاجه عندي البتنجان. ودي يا جماعه دي طحينه ودي دقيه، دي زي دقه كده. دي تقريبا دي بس كده عشان دي ميه سلطه تقريبا ميه سلطه. صراحه ابو محمد يعني هو قلقاني ايه مش قادره، انا بتوجعني مش قادره وعندي صداع جامد، فقال لي لا انا ايه ده ترشي. والبتنجان ده طبيعي حشره مناخيرها في كل حاجه، عايزه تعمل ست البيت ما بدات بقى يا جماعه تعمل بقى فيديوهات اكل وهي عارف بتساعدني. بحب افتح السلطه. ماشي. لا بحب افتح سودا كده. هنا بقى ده العيش. وعنده طابونه في واو بصل يا بعشق البصل. اوه ماي جاد. حاجه كده يا جماعه فاخر من الاخر. دي فرخه يعني هو متوصي بالفرخه قوي. لا ابو محمد السلطه بقى بنفضل الشوربه بصراحه كده يا روفان الشوربه سخنه حاشره نفسها في كل حاجه بنتي. حتى عارف دلوقتي بتحشر نفسها في المطبخ. حلويات تلاقي روفان بتساعدني فيها. كل فيديوهات روفان على التيك توك روفان الهادي بالعربي، اللي عاوز يشوف فيديوهاتها وهي بتطبخ وبتساعد امها. افضي كمان طبق. ده ملوخيه. هو جاب كام طبق؟ لا دي ملوخيه. لا والله ده لا ده دي ملوخيه. لا ده باين ابو محمد بيقول بسله. طب انت ليه جبت بسله؟ ما احنا لسه واكلين بسله. ودي يا جماعه بسله. ماشي. وفي حاجه ثانيه؟ التوست انا عايزه حد بس طبعا هو قال لي اعملي رز، فالرز ده انا اللي عاملاه اللي هو بالشعريه. الشطه بقى مش هحطها طبعا رمان. بس كده يا رفان. في حاجه ثانيه؟ في حاجه ثانيه. اروح بقى انا اجيب الرز. طماطمايه. سيبيها انا بحب الطماطم دي. ودي بقى طبعا السلطه. دي طبعا السلطه اهي يا جماعه. انا هحطلك على الفراخ وكل حاجه. استني جامده قوي. هاتي تتعبي ايدك ليه؟ دي السلطه. الله الجزريه دي حلوه. ماما انت لبابا الطبق ده وخليه يجيب رز. امسك. حاضر هاتي. ابو محمد بيساعدنا انا لسه هقوم اقعد. خدي يا رفاق. هاتي رز كمان. لا في رز خلاص كفايه. اغسلي كده طيب اغسلي بابا تعب. مو بعد
بصوا يا جماعه الرز ده بتاعي ابو شعريه الجميل بتاع مروان، والملوخيه بردك بتاعتي. ماشي. وده الاكل بقى يا جماعه اللي ابو محمد مفاجئني وقال لي قومي براحتك بصي وظبطي الدنيا. بصي انا جايب لك الاكل كده اهو، الشوربه الجمدان، شفت الشوربه شكلها حلو ازاي. فده نهايه الفيديو يا جماعه، ودي مفاجاه ابو رفان مع الزوج عاوز يفاجئ مراته يريحها وما يدخلهاش المطبخ في اليوم، في اي يوم يعني. اول ما الست تقوم كده وما تلاقيش في مطبخ، دي مفاجاه كبيره دي. يعني لو عيد راس السنه يا جماعه العام الجديد زوجك ما جابلكيش تورته وقالك مش هتدخلي المطبخ النهارده هجيب لك اكل من بره، دي اكبر هديه والله العظيم. لان الست يعني مطبخ. ماشي. اليوم اللي ما فيش فيه مطبخ يبقى ده ايه، يوم عالمي يا جماعه للست. فدي نهايه الفيديو يا جماعه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناه، وشابوه لابو رفان. شابوه لابو رفان. بحبكم يا جماعه، لايكاتكم بقى واشتراكاتكم عشان ام رفان. باي باي.